اختار الناس اللي حواليك. ابن القيم قسم الناس ل3 أنواع: صاحب كالغذاء، وصاحب كالدواء، وصاحب كالداء. الصاحب اللي كالغذاء هو اللي وجوده ضروري زي الأكل. في حد فينا يقدر يعيش من غير أكل؟ كل مرة تقعد معاه تحسك إنك اتروقت من جوه. وجوده طاقة، وجوده راحة، وده النوع اللي لازم تحافظ عليه. أما الصاحب اللي كالدواء فده اللي بتحتاجه في وقت معين. يمكن بيديك نصيحة، يمكن بيقدم لك دعم، يمكن مواقف قليلة بس مؤثرة. وجوده مش دايم لكن مفيد. لكن الصاحب اللي كالداء يا لطيف، ده اللي لازم تبعد عنه فورا. كل ما تتكلم معاه تحس كده انك تقلت من جواك، تحس بالقلق والغضب والحقد. ابن القيم ببساطة بيقول لنا زي ما بتختار أكلك بعناية، اختار أصحابك كمان بعناية. اللي حواليك يا إما يدوك طاقة يا إما يسحبوها منك.